فيلمنا النهارده بيبدأ مع واحد اتحكم عليه بالإعدام لأنه قتل أطفاله كلهم، وفي يوم 23 ديسمبر سنة 1991 في تكساس بنشوف بنت صغيرة قاعدة بتلعب قدام البيت بتاعها، وفجأة البيت كله بدأ يولع. وبعد شوية بيخرج كاميرون ويليام من بيته بسرعة وبيبدأ يصرخ وبيطلب من الناس تيجي تساعده لأن أولاده الثلاثة جوه البيت، وللأسف الحريق بياكل البيت باللي فيه وما بيكونش عارف يتصرف ازاي. وبتجري البنت الصغيرة علشان تنادي على أمها وبيتصلوا بالإسعاف والمطافي. في نفس الوقت ده ويليام بيقرر يكسر الشباك وبيحاول يدخل منه علشان ينقذ أطفاله بأي طريقة، وللأسف الوضع بيسوء أكتر وبيحصل انفجار أكبر من اللي قبله، وبيوصل الإسعاف والمطافي بعدها على طول وبيحاولوا يسيطروا على الوضع. وبعد فترة من الحادثة دي بتحقق الشرطة في القضية وبتجمع تفاصيل كتير عنها، وبياخدوا بواقي أجسام الأطفال اللي ماتت للمشرحة. ولما بيفحصوا البيت كويس بياخدوا بالهم إن باب المطبخ مسدود بالتلاجة، وكمان كان في آثار بنزين كتير على الأرض، وبيشكوا إن الحريق ده كان متعمد. وطبعا الكل بيتهم ويليام باللي حصل لأن هو الوحيد اللي كان معاهم في البيت، وبيقرروا يحققوا معاه هو ومراته ستايسي. وبتقول لهم ستايسي إنها ما تعرفش أي حاجة عن الحادثة لأنها كانت بره طول اليوم، وبتشرح لهم إنها بتشتغل في شيفت ليلي وكان معاها طلبات بتوصلها لأماكن معينة. ولما الضابط بيسألها لو في أي موقف أو أي حاجة غريبة حصلت قبل الحادثة بيوم، فبيرد ويليام بدلها بسرعة وبيقول لها لأ ما حصلش أي حاجة. والحقيقة إن في اليوم ده أصلا بيرجع ويليام للبيت الصبح بدري لأنه كان في حفلة طول الليل، واتخانق هو ومراته خناقة كبيرة جدا لأنه طول الوقت رامي حمل البيت ومصاريف العيال عليها، وبتتهمه إنه بيخونها وبتقول له إنه مش فارق معاه أي حاجة غير نفسه بس. وساعتها بتغضب أكتر وبتفضل تشتم فيه وبتشوف إنه مش راجل ومش قد المسؤولية، وبتهدده إنه لو حاول يضربها تاني هتسيب الشغل ومش هيلاقي ياكل لا هو ولا أولاده. وبعدها بتجهز نفسها وبتخرج علشان تلحق الشغل، وبيفضل هو مع أطفاله لوحده في البيت، ومن كتر الشرب اللي طول الوقت بيغمى عليه وبيسيبهم من غير أكل كالعادة. وطبعا في التحقيق بيقرر يخبي كل اللي حصل ده وبيصمم يقول أي كلام تاني، وبيحكي قصة من عنده وبيقول إنه كان نايم وفجأة قام على صوت بنته، ولما وصل للأوضة بتاعتهم شاف المكان كله مليان بالنار، وبيأكد على الضابط إنه حاول ينقذ بناته بكل الطرق بس النار أكلتهم قدام عينيه، ولأنه معرفش يحميهم قرر ينقذ نفسه على الأقل وخرج من البيت بسرعة. فبيحس الضابط إنه شخص غريب جدا وبيسأله لو عليه أي قواضي قبل كده أو مشاكل مع الشرطة. وتاني يوم الصبح بيحضر جنازة ولاده وبيدفنهم مع مراته، وفي طريقهم هما الاتنين للبيت اقترح يركنوا قدام أي مطعم وياكلوا لأنه جعان جدا. وبتتصدم ستايسي من طريقته لأنها طبعا حزينة على ولادها ومش قادرة تعمل أي حاجة خالص من كتر الزعل، وبتطلب منه كمان يفضل ساكت لأنها مش حابة تسمع صوته. بس ويليام بيفضل يستفز فيها وبيحاول يقنعها إنهم لازم ينسوا ويبدأوا حياتهم من أول وجديد. وبتفقد ستايسي أعصابها ساعتها وبتبدأ تضرب فيه وبتتهمه إنه السبب في موت عيالهم وإنه ما قدرش يحميهم من الموت. والخناقة بتكبر أكتر لدرجة إنهم كانوا هيعملوا حادثة كبيرة، وفجأة بتظهر عربيات الشرطة وراهم وبيطلب منهم الضابط يركنوا على جنب، وبيقبضوا على ويليام بتهمة القتل العمد لأطفاله. وبيفضل يحلف طول الطريق إنه ملوش أي ذنب في اللي حصل وإنه مستحيل يعمل كده، بس مفيش أي حد بيصدق كلامه، وبيترمي في السجن بالفعل كام يوم وبيحبط جدا وبيدخل في حالة غريبة خالص، وبيتخانق مع زميله اللي قاعد معاه في نفس الأوضة. وبعد فترة بتيجي ستايسي تشوفه ومعاها المحامي جيري، وبينصحوا جيري يعترف بالجريمة علشان يقدر يساعده وياخد حكم مخفف، لكن بيرفض ويليام إنه يعمل كده وبيقول إنه مستحيل يعترف بجريمة ما عملهاش أصلا، وبيقول إنه مش هيقتل ولاده تحت أي ظرف مهما كان، وبيكون واثق إنه هيثبت براءته في المحكمة. ومع الوقت المجتمع كله بيقف ضده وبيطالبوا المحكمة إنه ياخد إعدام بسبب اللي عمله. وبيحكي كتير من جيرانه إنه كان أصلا بيتصرف بطريقة غريبة من قبل الحادثة وطول الوقت مش في وعيه ومش مركز مع أولاده. وبيحس ويليام إن موقفه بقى أصعب بكتير من الأول لأن الكل بقى ضده، وحتى في المحكمة المدعي العام بيشوف إنه وحش وقتل أولاده بدم بارد ولازم ياخد أقصى عقوبة ممكنة. وبتشهد الجارة اللي جنب بيته إنه ما حاولش حتى ينقذ أولاده ووقف يتفرج عليهم بيموتوا قدام عينيه. وبيشرح الضابط اللي كان بيحقق في القضية إن في حد رمى بنزين بكمية كبيرة جدا على شكل نجمة خماسية في أوضة الأطفال، وكمان باب المطبخ كان مسدود بالتلاجة، وده معناه إن كل حاجة متعمدة. والموضوع بيكبر أكتر لما بيشهد زميله في الزنزانة إنه بيتصرف بطريقة مش طبيعية وإنه مش متزن خالص. وبيقول الضابط كمان إنه شاكك بنسبة كبيرة جدا إن في واحدة من بناته أصلا ماتت قبل الحريق وإنه عمل الحريق علشان يداري على جريمته. فبيغضب ويليام جدا ساعتها وبيعلى صوته وبيحاول يدافع عن نفسه، بس القاضي بيمنعه يتكلم خالص. وبيحكي واحد صاحبه إنه كان دايما عنيف مع اللي حواليه، وفي مرة ضربه بسبب واحدة اتعرفوا عليها وكان بيحاول يتقرب منها. وبتشهد صاحبة ستايسي إنه مرة ضرب ستايسي وهي حامل وكانت هتموت بسببه وحالتها كانت وحشة جدا. والغريب إن ستايسي بتنكر كل ده وبتصمم إنه كان إنسان طيب وغلبان وبيحبها هي وأولادها جدا، وبيحاول المدعي العام يضايقها بالكلام وبيضغط عليها علشان تعترف عليه بالعافية، لكن بتصمم ستايسي إنه مستحيل يقتل أولاده وإنه
لانه كان متهور بس مش وحش يعني ولا عمره فكر يأذيهم. وبيقوم ويليام وبيتحايل على القاضي يسمعه وبيحلف انه ما قتلش اولاده ومش عارف ده حصل ازاي وليه اصلا، لكن للاسف محدش بيقتنع بكلامه خالص والكل بيكون شايف انه يستحق الموت. وفعلا القاضي بعد شويه بيحكم عليه بالاعدام وبيشوف ان هو ده اللي يستحقه اي حد بيفكر يأذي اولاده، وبياخدوه وبينقلوه للسجن، وده المكان اللي هيقضي فيه الكام يوم اللي باقيين في حياته قبل الاعدام. وبيعرف انه هيتحقن بماده هيموت بيها في ثواني وهو ده هيكون الحكم بتاعه. وطبعا الكل بيعرف الجريمه بتاعته ومحدش في السجن بيتعاطف معاه ابدا وبيتعاملوا معاه بطريقه بشعه. وبيلاحظ واحد من الحراس اسمه دانيال ان ويليام واحد غلبان وبيتعاطف معاه شويه، وبيشرح له ان تنفيذ الحكم ممكن يكون خلال كام يوم او ممكن يكون خلال كام سنه. وبيحلف ويليام تاني انه فعلا مظلوم وما عملش كده ابدا في عياله. وبيقول له دانيال ان كل المساجين بيقولوا نفس كلامه واكيد ما حدش هيصدقهم. وبتعدي الايام في السجن ومره واحده وهو في الحمام بيحاول شويه من المساجين يتخانقوا معاه باي طريقه، فبيغضب منهم جدا وبيحاول يدافع عن نفسه لحد ما بيترمي في الحبس الانفرادي لفتره طويله. وبيكمل الحراس عليه ضرب وجسمه كله بيتملي بالجروح وبيغمى عليه في الاخر. وبيبدا يفتكر ايام زمان وذكرياته مع اولاده، وفجاه بتتحول الذكريات دي لهلاوس غريبه وبيحس ان دماغه هتنفجر من كتر التفكير. وبيسمع اصوات ولاده بيصرخوا وبيطلبوا المساعده، وبيشوف الزنزانه بتتحرق بيه، فبيقوم وبيفضل يضرب راسه في الحيطه يمكن الصوت اللي جوه ده يهدى ويبطل تفكير في كل ده، لدرجه انه بيأذي نفسه وبيتصاب جامد. وبعد 12 اسبوع من الحبس بيكمل ويليام في حياته وبيستنى تنفيذ حكم الاعدام في اي لحظه، وبيستسلم للامر الواقع وانه خلاص كده كده هيموت. وبترجع ستايسي تعيش مع جدتها زي زمان، وبتجيلها رسائل كتير جدا من ويليام وبيطلب منها تتكلم معاه، وبترفض تزوره او حتى ترد عليه بالرغم انها متاكده من براءته. وبتشجعها جدتها تنساه خالص وتبدا حياتها من اول وجديد. وبيصمم ويليام يبعت لها رسائل كل شويه على امل انها توافق تقابله. وبيشوف كل كام يوم مجموعه من المسجونين رايحين ينفذوا الحكم بتاعهم، وبيعرف ان وقته خلاص قرب. وفي يوم بيبدا مسجون اسمه بونشاي موجود في الاوضه اللي جنبه يتكلم معاه، وبيحاول يقرب منه علشان يهونوا الوقت على بعض شويه. وبيشرح له ان في منظمه معروفه جدا في تكساس بتقدر توفر له محامي كويس يدافع عنه ويثبت كمان براءته لو هو فعلا بريء. وبيكتب جواب وبيبعته ليهم في نفس اللحظه. وبعدها بكام يوم بيجي محامي اسمه ريفز وبيتكلم معاه فعلا، وبيديله نسخه من القضيه بتاعته وبيطلب منه يساعده علشان يلاقي اي ثغره في القضيه يقدر يدخل منها. وبينصحه يقرا شويه في كتب القانون يمكن يلاقي اي حل بسرعه ويقدر يقنع القاضي بيه. وفعلا بيقعد ويليام يقرا كل الورق والكتب اللي معاه لاكتر من اسبوعين، وبيساعده بونشاي طول الوقت. وللاسف بعد فتره بيجي الدور على بونشاي وبيجي الحراس وبياخدوه علشان ينفذ حكم الاعدام، وبيزعل ويليام عليه جدا وبيحاول يمنعهم، وبيودع صاحبه قبل ما يمشي. وبيدخل بعدها في فتره اكتئاب كبيره بسبب الموقف الصعب اللي مر بيه ده. وبنروح بالزمن 7 سنين لقدام سنه 1999، وبنشوف إليزابيث قاعده في المستشفى مع طليقها جورج وبتهتم بيه لانه مريض جدا. وبترجع بعدها للبيت علشان تطمن على اولادها، وبيبان انها ست طيبه وبتحب تساعد كل اللي حواليها. وفي يوم بتجيلها رساله من ويليام اللي لحد دلوقتي ما تنفذش فيه حكم الاعدام ولسه في السجن زي ما هو. وبيشرح لها في الرساله انه جاب عنوانها واسمها من منظمه المساعدات اللي موجوده في تكساس، وبيطلب منها تبص على القضيه بتاعته يمكن تقدر تساعده. بتحس إليزابيث بالتعاطف معاه وبتتاثر بكلامه جدا، وبالرغم من كل الظروف اللي عندها دي بتروح تتكلم معاه بنفسها، وبيشكرها لانها اهتمت بيه ووافقت تقابله وان دي اول مره حد يزوره من سنين طويله. وبيحلف انه مظلوم وانه كان بيحب اولاده ومستحيل يأذيهم، وبيبدا يشرح كل اللي حصل معاه بالتفصيل. بس الوقت بيخلص وبتضطر إليزابيث تمشي وبتوعده انها هتساعده. وبتروح بعدها تقابل اصحابها وبتحكي لهم قصه ويليام، لكن محدش منهم بيتعاطف معاه خالص وبيحسوا انه كذاب، وبينصحوها تبعد عن القضيه دي خالص لانه شخص خطير وممكن يأذيها هي كمان. ولما بترجع البيت بتلاقي ولادها قاعدين بيعيطوا، فبتعرف ان باباهم خلاص مات وبتزعل عليه جدا. وبتصمم بالرغم من كل الضغوط دي تركز في قضيه ويليام زي ما وعدته، وبتلاقي منه رساله جديده بيشكرها فيها انها جت واتكلمت معاه وبيفكرها بوعدها ليه، وبيحكي لها كتير عن نفسه وعن شخصيته القديمه قبل الحادثه وانه كان متهور جدا ودلوقتي اتغير وبقى واحد تاني خالص وقدر يعرف قيمه الحياه. وبعد كام يوم بتيجي إليزابيث تتكلم معاه تاني وبتعرف منه تفاصيل اكتر وبتديله امل اكبر انه ممكن يخرج من هنا. وبيقرب مع السنين من الحارس وبيتصاحبوا على بعض. وفي يوم بيلاحظ الحارس ان ويليام بيتكلم مع حد في الزنزانه، وبنفهم انه بيشوف بنته الكبيره وبيفضل يتكلم معاها وكانها عايشه، وبيفضل يعتذر لها كمان لانه ما قدرش يحميها هي واخواتها، وبيصمم انه ملوش اي ذنب في اللي حصل وانه مستحيل يقدر يأذيهم. وبيبدا الحارس يشك فعلا انه بريء وانه مظلوم طول السنين دي وبيصدق كلامه. وبتزيد علاقته بإليزابيث وبيتكلموا مع بعض كتير جدا، وبتحكي له كتير هي كمان عن حياتها الشخصيه وعن اولادها. وبيتأثر ويليام بحياته جدا لدرجه انه بيبدا يتخيل نفسه عايش وسطهم
بينهم وبيقربوا هما الاتنين من بعض بطريقة غريبة وبتتعود عليه في حياتها وكأنها تعرفه من زمان، وبتصمم انه لازم يخرج من السجن وتثبت براءته بأي طريقة، وبتروح تاخد ملف القضية بتاعته كله. وبتستغرب ان كتير من الشهود قالوا كلام مختلف خالص في المحكمة عن الكلام اللي قالوه في الأول، وأولهم كانت جارته لأنها في الأول أكدت للشرطة ان ويليام كان بيحاول ينقذ أولاده وجرب كمان يدخل البيت بس معرفش خالص. بس لما راحت المحكمة قالت كلام عكس كده تماما. وبتقرر إليزابيث تروح تتكلم مع هارتون أول محامي مسك قضية ويليام، وبتستغرب انه حتى ما حاولش يدافع عنه، فبيقول لها انه رفض يدافع عنه لانه متأكد انه قتل أولاده. وبيلوم إليزابيث انها مصدقة براءة ويليام وبتحاول تساعده كمان، وبتأكد له إليزابيث ان في حاجة غلط حصلت وان الشهود كلامهم اتغير وده معناه ان في حد ورا اللي حصل. وبتروح تتكلم بعدها مع ريفز وبتحاول تقنعه يعمل استئناف للقضية، وبيشرح لها ريفز ان مفيش اي امل وانه اشتغل على القضية دي 6 سنين كاملة وحاول يلاقي اي مخرج لكن للاسف فشل في الاخر، وبينصحها تبعد عن الموضوع ده تماما وما تضيعش وقتها على الفاضي. ولما بيلاقيها مصممة بيضطر يساعدها في الاخر، وبتاخد منه ورق اكتر وبتوصل لواحد من الشهود اللي هو زميل ويليام في اول زنزانة اتحبس فيها، وبتسأله عن ويليام وبتحاول تفهم ليه شهد ضده في المحكمة، فبيعمل نفسه مش فاكر التفاصيل اللي حصلت وبيبرر بأي كلام فاضي. وبتشرح له إليزابيث إنها شاكة فيه وإن أكيد المدعي العام وعده بحاجة مقابل إنه يشهد ضد ويليام في المحكمة، وبتاخد بالها إن معاه عربية غالية جدا وبتهدده إنها ترفع قضية ضده. وفعلا الضغط بيجيب نتيجة وبيقرر يعترف باللي حصل، وبيقول لها إن المدعي العام وعده يطلعه من السجن ويخفف العقوبة بتاعته مقابل إنه يقول كلام ما حصلش في المحكمة يقدر يدين بيه ويليام. وبتفكره إليزابيث إن بسبب ويليام هيموت ظلم، ولما بيهددها بالسلاح اللي معاه بتضطر تمشي وتسيبه. وبتروح تتكلم مع ويليام وبتحكي له كل اللي حصل معاها، وبتأكد له إنها هتثبت براءته قريب جدا، وبتقول له إنها هتقدم معلومات جديدة للمحكمة وهتغير مسار القضية خالص. وبيفكرها ويليام إن دي آخر فرصة ليه ولو فشل فيها فالمحكمة هتقفل القضية للأبد وخلاص هيموت. وبتوعدها إليزابيث ما تتخلاش عنه خالص وإنه هيخرج من هنا قريب جدا. وتاني يوم على طول بتكتشف إن الدكتور النفسي اللي وصف ويليام بالجنون عمره أصلا ما اتكلم معاه، وبتدور وراه أكتر وبتعرف إنه متورط في قضايا كتير جدا من النوع ده، وبتحكي كل التفاصيل الجديدة لأولادها من كتر الحماس اللي هي فيه. وبتغضب بنتها جدا منها وبتلومها إنها ما بقتش تهتم بيهم خالص من كتر ما هي مركزة في القضية دي. وبتعتذر لها إليزابيث وبتقول لها إنها مش هتقدر تسيب واحد يموت ظلم وتقعد تتفرج عليه، وبتقرر تحرك الرأي العام شوية وبتشارك في برنامج إذاعي وبتقعد تتكلم عن القضية وإن ويليام مظلوم ولازم يساعدوه يخرج من السجن. وطبعا بيسمع الحلقة كل الناس اللي شهدت ضده زور في المحكمة، والصدمة الأكبر لما بيوصل له خبر بميعاد تنفيذ حكم الإعدام وبيعرف إنه هيموت يوم 17 فبراير 2004. ولما إليزابيث بتيجي علشان تشوفه بيطلب منها تتخلى عن القضية وبلاش تضيع وقت على الفاضي لأنه خلاص هيتعدم قريب، وبيعترف إنه كان لازم يدخل البيت علشان ينقذ بناته بس من كتر الخوف ما قدرش يعمل كده، وبيشوف إنه فعلا مذنب لأنه ما قدرش يحمي بناته من الموت ويستاهل العقاب. وبتزعل إليزابيث عليه جدا وبتروح تحكي لريفز كل اللي حصل وبتحس بالذنب ناحيته. وبيشوف ريفز إن البلد لازم تتغير والنظام لازم ياخد باله من الناس اللي بتتعدم ظلم طول الوقت ومحدش مهتم بيهم خالص. وبتصمم إليزابيث تجرب مرة تانية وبتروح تتكلم مع ستايسي وبتتحايل عليها تفتكر أي تفاصيل ممكن تساعد بيها ويليام. فبتحكي لها ستايسي إن أخوها اللي بيشتغل في الشرطة طلب منها ترمي اللوم كله على ويليام، وده لأنه لو خرج من السجن هي هتتسجن بداله وهتلبس الجريمة كلها. وبتقنعها إليزابيث تروح تزوره ولو لمرة واحدة لأنه بيحبها جدا وطول الوقت بيتكلم عنها. وبتمر الأيام وخلاص ما بيكونش باقي غير 11 يوم على تنفيذ الحكم. وبتروح إليزابيث تتكلم مع الدكتور هيرست وده خبير في الحرق العمد، وبيأكد لها إن كل الأدلة ملهاش أي لازمة وإن الشرطة لعبت بالأدلة وفي حاجة غلط حصلت. وبيوري لها بنفسه إن اللي حصل مستحيل يكون السبب في كل الحريق الضخم ده، وبيقترح عليهم يروحوا لمكان الحادثة بنفسهم وبياخدوا بالهم إن مكان الحادثة كان فيه دفاية كهرباء وأكيد هي السبب في كل اللي حصل أصلا لأن في انفجار ضخم حصل في البيت كله. وبيشرح لإليزابيث إن ويليام بالشكل ده ممكن يثبت براءته بكل سهولة، وبتجري بسرعة علشان تبلغ ويليام بالأخبار الجديدة. وبيبان عليه اليأس وبيقول لها إن الأوان خلاص فات ومفيش أي فايدة من اللي بتعمله ده، وبيشوف إنه لازم يقضي آخر أيام حياته في هدوء ويستسلم للأمر الواقع. وللأسف لما بتبعت الأدلة الجديدة للمجلس بيرفض الطلب من غير حتى ما يبص فيه، وبيزعل ريفز جدا من اللي حصل وبيقرر ما يستسلمش ويجرب مرة كمان. وأخيرا قبل أسبوع من تنفيذ الحكم بتقرر ستايسي تزوره، ولما بيطلب منها تقول الحقيقة بترفض وبتحصل خناقة كبيرة بينهم. وقبل 5 أيام من التنفيذ بينتقل ويليام لأوضة جديدة علشان يقضي آخر وقته فيها، وفي اللحظة دي بيشوف زميله في الزنزانة خبر تنفيذ الحكم وبيتأثر بيه أخيرا وبيقرر يعترف بكل اللي حصل وبيكتب رسالة للمحكمة. ومن حظه الوحش إن الرسالة بتقع في إيد المدعي العام اللي كان متفق معاه أصلا يشهد بكل ده، وبيخبي الرسالة وما بيجيبش سيرة عنها أبدا. وقبل يومين من التنفيذ بتتكلم ستايسي وأخوها لأول
لأول مرة مع الصحافة، وللأسف بتتكلم عن ويليام بطريقة وحشة جدا وبتثبت كمان التهمة عليه. وبتتقابل إليزابيث مع ويليام تاني وبتحكي له إن ستايسي وأهلها أخدوا مبلغ تأمين كبير جدا بسبب الحادثة اللي حصلت. فبيحاول ويليام يهديها وبيقول لها إنه خلاص مش خايف من الموت وبقى مستعد ليه، وبيطلب منها تكون موجودة معاه وقت تنفيذ الحكم علشان يشوفها للمرة الأخيرة، والليلة دي بيقعد ياكل آخر وجبة ليه. وبتحكي إليزابيث كل اللي حصل لبنتها وبتكون زعلان عليه جدا. وتاني يوم بتستعد وبتروح في طريقها لمكان الإعدام، وبيتصل ريفز بيها في الطريق وبيقول لها إن الحاكم أصلا ما شافش كل الرسائل بتاعتهم. وبتحاول إليزابيث تقنعه يلاقي أي فرصة يخليها تتكلم مع الحاكم بنفسها. وفجأة بتخبط فيها شاحنة ضخمة جدا وبتنتقل للمستشفى وحالتها بتكون خطر جدا. وبيعرف ولادها إنها ممكن تتصاب بالشلل لفترة وبعدها هتتحسن تاني. وبيزعل ويليام في الوقت ده جدا لما بيعرف إنها ما جاتش وبيفضل يفكر فيها، وبيقرر يكتب لها آخر رسالة قبل ما يموت. وبيوصل دانيال ومعاه باقي الحراس وقلبه بيكون مكسور عليه جدا ومش حابب يعمل فيه كده. وللأسف بياخدوا لأوضة الإعدام وبتقعد ستايسي وشوية من الناس وريفز يتفرجوا على تنفيذ الحكم. وبيقول ويليام آخر كلام ليه قبل ما يموت وبيحلف قدامهم إنه مظلوم وإنه بيحب ولاده جدا ومستحيل يأذيهم أبدا. وبيطلب منهم يحرقوا جثته بعد ما يموت ويرموا رماده على قبور أولاده الثلاثة. وبيعيط دانيال وهو بينفذ الحكم وبيضطر يبدأ يفعل الحقنة. وبعد كام ثانية بيموت ويليام قدام عينيهم وبيحس بأنفاس ولاده حواليه وبيفرح بيهم جدا. وبعد فترة بتتحسن إليزابيث شوية بس بتفضل مشلولة، وبتقرأ رسالة ويليام الأخيرة ليها اللي بيحكي فيها عن حلم شافه ليه هو وأولاده مع بعض، وبيساعدها أولادها علشان تنفذ آخر طلب ليه وبيرموا رماده على قبور أولاده. وبنعرف إن إليزابيث صممت تثبت براءته حتى بعد ما مات، وفضلت ورا القضية لحد سنة 2011. وللأسف محدش رضي يساعدها خالص مع إن كل الأدلة بتقول إنه بريء، لكن المحكمة رفضت تأكد للعالم كله إن في غلط عندها وإنها لازم تعيد ترتيب القوانين أكتر من كده. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.